فيلمنا بيبدأ مع جيري وهو شغال في شركته، وبيجيله المدير بيطلب منه انه يساعده في تنظيم الحفلة اللي الشركة عاملاها، وان التنظيم ده بينضم فيه واحدة من كل قسم، من ضمن اللي جايين فيونا من قسم المحاسبة. ولان جيري بيكون معجب بفيونا بيوافق انه ينضم معاهم في الاجتماع، وبيشكره مديره انه قال لدكتورته النفسية انه بيشتغل كويس وهو حالته مستقرة. وبيروح بيته بعد الشغل وبيكون عنده كلب وقطة، ولما بيدخل جيري اوضته بيسمع صوت بيقوله انه ما يروحش الاجتماع السخيف بتاع الشركة لانهم عايزين يستغلوه وخلاص، وعشان شايفينه طيب هيحط على دماغه شغل اكتر. فبيطلب منه جيري انه يخرس ويسيبه ينام. وبيروح جيري تاني يوم الاجتماع، وكل واحد بيبقى مسؤول عن حاجة في الحفلة، وبعدها بيكون عنده ميعاد عند الدكتورة النفسية المسؤولة عن حالته، واللي بتأكد عليه انه لازم ياخد الأدوية بتاعته عشان ما يسمعش الأصوات اللي بتجيله ولا يفكر في الانتحار مثلا زي والدته اللي انتحرت بعد ما كانت بتسمع أصوات كتير وترجمتها انها أصوات ملايكة اللي حواليها. وبيأكد لها انه بطل يسمع أصوات غريبة حواليه، لكن في الحقيقة هو بيتكلم مع الكلب والقطة اللي عنده دايما وبيسمعهم بيتكلموا. وتاني يوم عشان يقابل فيونا في قسم المحاسبة بيتعرف على ليزا اللي شغالة جديد في الشركة، واللي بتحاول تفتح معاه كلام عشان معجبة بيه، وبتعرض عليه انه يخرج معاها هي وفيونا بالليل لانهم رايحين يسهروا. وبعد ما السهرة بتخلص بيوصل فيونا لبيتها وبيعرض عليها لو ممكن يخرجوا يوم الاجازة سوا. بتوافق فيونا على عرضه وبيرجع جيري بيته وهو فرحان جدا انه خد ميعاد منها، وبيروح لها تاني يوم عشان يديها عنوان المطعم. لكن ليزا بتقوله ان فيونا لسه خارجة حالا وانه لو عايز يسيب لها حاجة يديها لها هي، فبيدي ليزا عنوان المطعم المفروض هيتقابلوا فيه. وبعد ما بيخرج جيري من مكتب المحاسبة بتطلع فيونا بعد ما كانت مستخبية ورا المكتب لانها مش عايزة تخرج مع جيري، وبتقرر ان بعد ما الشغل يخلص هتسيب له رسالة على تليفون الشغل تعتذر له وان الرسالة ما جاتلهاش. وبتخرج فيونا مع ليزا وزمايلها في الشغل عشان يسهروا، وبيكون جيري قاعد في المطعم مستني فيونا وقت طويل جدا على اساس انها هتيجي، لحد ما بيتضايق وبيحس انها اتهربت منه فعلا، لحد لما الوقت بيتأخر وبيقرر انه يمشي لان مفيش امل ان فيونا تجيله. وبتخرج فيونا مع ليزا من البار اللي كانوا سهرانين فيه، وبيلاقوا ان الجو بيمطر جامد، وبيقع موبايل فيونا بالغلط في المية وبيفصل، فبتضطر انها تطلب مساعدة من ليزا انها توصلها لعربيتها اللي عند الشركة عشان تاخدها وترجع بيتها. وفعلا بتاخدها ليزا معاها وبتسيبها عند العربية بتاعتها وبتروح ليزا، لكن من نحس فيونا ان عربيتها ما بتدورش بسبب ان البطارية بتاعتها باظت، وبتستنى اي عربية تعدي من قدامها تساعدها. بيكون جيري راكب عربيته ومروح وهو شبه بيعيط ان فيونا سابته وتجاهلته، لحد لما بيلاقي فيونا بتنادي عليه وبتطلب مساعدته انه ياخدها في طريقه. وبعد ما هدومها اتغرقت من المطره وبيسألها ليه ما جاتش في ميعادهم، فبتقول له انها بعتت له رسالة اعتذرت فيها عن الميعاد، فبيقول لها ان ما جالهوش اي حاجة لكنه مسامحها، وبيعرض عليها يعدوا على اي كافيه يشربوا حاجة سوا. فبتعرض هي عليه انهم يتعشوا، وبتقول له على مطعم بعيد شوية عن شركتهم. وفي طريقهم بيفضل جيري يتكلم مع فيونا فترة، ما بياخدش باله ان في غزال بيعدي الطريق قدامه بالغلط وبيخبطه وبيخترق الازاز بتاعه. وبتفضل فيونا مصدومة من اللي حصل، وبيتخيل جيري الغزال بيتكلم معاه وبيطلب منه انه يقتله ويخلصه من عذابه. وفعلا بيطلع جيري السكينة بتاعته وبيذبح الغزال قدام فيونا، وده اللي بيرعبها وبيخوفها من جيري، وبتقول عليه مجنون. وبتخرج من عربيته عشان تهرب في الغابة وبتبعد عنه، فبيجري وراها جيري ومعاها السكينة في ايده لانه خايف عليها تتوه في الغابة، لحد لما بتتكعبل فيونا وبتقع على الارض، وبيقع جيري بالغلط عليها وبيطعنها بدون قصد، وبيلاقيها بتطلع دم قدامه وبتتألم، وبيقول لها انه هينهي ألمها زي ما عمل مع الغزالة، وبيطعنها في قلبها عشان يريحها من العذاب. وبعدها بيضحك لانه نجح في انهاء ألمها، وبيرجع فورا لبيته عشان يستحمى بسبب كمية الدم الموجودة على هدومه. وبيقترح الكلب بتاعه عليه انه يروح للشرطة ويبلغ عن اللي عمله وانه غصب عنه، بس القط بيقول عليهم اغبياء لان الشرطة بمجرد ما تعرف ان اللي جيري عمله هيقبضوا عليه ويرموه في السجن 10 أو 20 سنة بسبب قتل فيونا، وهيرفضوا انه يسمعوا قصته ومحدش هيصدقها. وانسب حل دلوقتي انه يرجع تاني للغابة ويخفي جثة فيونا بأي شكل قبل ما حد يكتشفها ويبلغ عنها. وساعتها بيكون الصبح طلع واتحرك جيري على الغابة، وبيتخيل ان فيونا شكلها حلو جدا وهي ميتة كأنها ملاك، وده عكس الحقيقة. وبيشيلها عشان يحط جثتها في العربية بتاعته وبيتحرك بيها، لكن بيسيب وراه جزمتها اللي مليانة دم، وبيتحرك على أقرب محل عشان يجيب معدات تقطيع. وبيقابل شرطة المدينة وبيسألوه عن اللي حصل لعربيته، فبيقول له جيري انه خبط غزالة وكسر ازاز عربيته وانه هيبقى يصلحها في أقرب وقت.
وبعدها بيطلع على ميعاد الجلسة النفسية بتاعته، وبتسأله الدكتورة إذا كان بياخد الأدوية بتاعته باستمرار، فبيقولها إنه بطلها تماما وبدأ يسمع أصوات من تاني في عقله، والدواء بيخليه يشوف الأمور واقعية بزيادة. هو محتاج يهرب من الواقع اللي حواليه، والدواء بيمنعه من كده، فبتقوله إنه لازم ياخد الدواء بتاعه وإلا هتضطر إنها تقدم تقرير للمصحة ويرجع لها من تاني. فبيقولها إنه هياخد الدواء، وبتنتهي جلستهم وبيرجع لبيته عشان يبدأ في تقطيع جثة فيونا، وبيكون شايف إن أنسب حل لإخفاء الجثة هي تقطيعها لقطع صغيرة ويحطها في علب بلاستيك ويحتفظ براسها في التلاجة. وبينظف كل آثار الدم الموجودة في شقته وبيخليها نظيفة، وبيتخيل انه بيتكلم مع فيونا كمان لانه ما بياخدش الدواء بتاعه لحد ما بتزعقله وبتأمره انه ياخده عشان يشوف الموضوع على حقيقته. بمجرد ما بياخد الدواء بيرتاح على الكنبة وبيفتكر اما كان صغير، وكان بيتخيل برضو انه بيتكلم مع جوانتي. وبيبص حواليه بيلاقي المكان بايظ جدا ومليان دم بسبب جثة فيونا، والكلب والقطة ما بيتكلموش زي الاول، وكل ده بسبب الدواء. فبيفتح باب التلاجة بيلاقي راس جثة فيونا مليانة دم عكس اخر مرة اتكلمت معاه، فبيرمي باقي الدواء اللي عنده وبيقرر انه ما ياخدوش تاني. وبيجي تاني يوم وبيكون مفعول الدواء انتهى، ورجعت حياة جيري من تاني من معتمد على خياله، وبيرجع يتكلم مع فيونا من تاني وبيقول لها انه مش هياخد الادوية دي تاني لانها بتحوله لواقع حزن وكآبة. فبتوافق فيونا على قراره وبتقوله انها عايزة صديقة ليها في التلاجة عشان ما تبقاش قاعدة لوحدها، وبتقترح عليه تبقى معاها صديقة في التلاجة عشان تونسها، وبيقولها انه بيحبها عشان كده هيفكر في اقتراحها. وبيروح جيري على شغله وبيشوف العالم حواليه مثالي ومرتب جدا ومبهج، واما بيرجع البيت بيلاقي القط بيحاول يقنعه ان مفيش متعة في الحياة احلى من القتل، وان اول مرة قتل بالغلط انما المرة دي لازم يقتل ويستمتع بالقتل، وانه يجيب صديقة لفيونا بدل ما هي قاعدة في التلاجة لوحدها. بيروح جيري تاني يوم يتكلم مع ليزا وبيطلب منها انهم يسهروا مع بعض، وبياخدها مكان بيته القديم وبيقول لها انه اتربى في البيت المهجور ده وما كانش ليه اصحاب خالص الا مامته كانت هي صديقته الوحيده. وبيفتكر يوم ما المصحه العقليه جت عشان تاخدها وحبستها في المستشفى وقالوا عليها مجنونه لان محدش صدق انها بتسمع اصوات هي الوحيده اللي بتسمعها، وان والدته قالت له ان هو كمان ما يقولش لحد انه بيسمعهم والا هيدخل المصحه هو كمان، وبتقول له انها مش هتسمح لهم ياخدوه وبتخليه يقتلها بايده، ولانه بيحبها وخايف عليها بيسمع كلامها وبيقتل والدته بنفسه. وبيفضل يعيط قدام ليزا لحد لما بتقوله ان المكان بيرجعه لذكرياته الوحشه ولازم يمشوا منه، وبتاخده لبيتها وبيقضوا ليله سوا. وبيروح جيري على بيته بسرعه عشان ياكل حيواناته، وبيلاقي فيونا بتزعقله لان عايزه صديقه معاها في التلاجة، فبيقفل الباب في وشها وبيطلع على شغله. وبتكون ليزا قادره انها تجيب عنوانه بسهوله من ملفات الموظفين، وبتفكر انها تبعت له هديه على عنوانه بمناسبه ارتباطهم. وبعد ما شغلهم بيخلص بيكون جيري قاعد في بيته بيتفرج على الاخبار وبيلاقي خبر عن وجود بقايا جثة وأثر دم الفتاة ملهاش هوية تم قتلها من قبل سفاح غير معروف. كل السلطات بتحاول انها توصل للسفاح ده قبل ما يعمل جريمة تاني، وبيترعب جيري من اللي بيسمعه لأنه بيعرف ان الشرطة بتدور عليه. بيرتبك جدا وبيتناقش مع فيونا والحيوانات بتوعه وعلى اللي هيعمله، فبيأكدوا له انه لازم يخفي الموضوع وما يروحش للشرطة ابدا لان ساعتها هيسجنوه. وفجأة بيلاقي حد بيخبط على باب شقته، بيلاقي ان هي ليزا وجاية تزوره، فبيحط جاكيت على راس فيونا قبل ما يفتح لليزا، وبيروح يقابلها بره شقته وبيلاقيها جايباله كيك هدية وبيشكرها على هديتها. وبيتقفل باب الشقة بالغلط وهم بره، فبتسأله ليزا هو هيقدر يدخل جوه الشقة ازاي، فبيقولها انه هيدخل من شباك المنور وبيطلب منها انها تمشي فورا، وبيسيبها وبيطلع على سطح شقته عشان يدخل من المنور، لكنها بتقدر انها تفتح باب الشقة ببنسة شعرها. واول ما بتدخل بتلاقي المكان متوسخ جدا واثار الدم في كل حتة حواليها، ومحطوط قدامها راس متغطية بالجاكيت. بتقرب منها ليزا وبتتأكد انها راس بشرية، لكن من رعبها ما بتقدرش تشيل الجاكيت. وبتتفاجئ بجيري واقف في ظهرها وبيسألها هي ليه دخلت الشقة، وبيعيط لانه عارف انه لازم يقتلها عشان ما تبلغش عنه. وبيفضل باصص للقط بتاعه وبيزعقله، وبتقوله انه ممكن تقعد معاه وتتكلم عشان تفهم منه هو عمل كده ليه، لكنها بتحاول تجري منه تاني. فبيمسكها وبيرميها على حرف السرير ورقبتها بتتكسر وبتموت. فبيروح ينام جنبها لتاني يوم وبيحط راسها بعد ما بيقطعها جنب راس فيونا. وبتختفي ليزا من الشغل تاني يوم، وده اللي بيخلي أليس زميلتها تقلق عليها وانها شافتها مع جيري اخر مرة. فبتروح له بيته عشان تسأله على ليزا لو كان شاف، فبيقتلها هي كمان وبيضيف راسها مع اصحابها في التلاجة. وبيفضل قاعد في شقته مش عارف يتصرف ازاي لحد ما بيقرر انه لازم يروح لدكتورته عشان تنقذه من نفسه وما يقتلش ناس تاني، وبيحكي لها على اللي عمله. فبتوصل لموبايلها عشان تبلغ عنه بسرعة، فبيمسك الموبايل بسرعة وبيكسره وبيخلع التليفون الارضي عشان ما تقدرش تتصل بحد، وبيدور على لزقة عندها عشان يكتفها بيه.
وبيخرج بيها من عيادتها من غير ما حد ياخد باله، وبيروحوا مكان فاضي عشان تكمل جلستها معاه. وبيفضل يحكي لها انه كان بيحب فيونا وليزا جدا وما كانش عايز يقتلهم، واللي حصل كان عبارة عن حادثة غصب عنه. وفي نفس الوقت بيكون زمايل جيري شكوا ان في حاجة غلط بعد ما أليس اختفت هي كمان، وبيقدروا انهم يفتحوا باب شقة جيري والكلب والقطة بيجروا بره الشقة، وبعدها بيروحوا فورا عشان يبلغوا الشرطة. بعد فترة بيكون جيري معاها الدكتورة بتاعته راجعين لشقته، بيكتشف ان حيواناته اختفوا وهربوا من الشقة، فبيكتف الدكتورة وبيطلع يدور على حيواناته. وبعد ما بيرجع بيلاقي ان القط بس هو اللي موجود، وبيسمع صوت عربيات شرطة حول شقته، فبيهرب من فتحة التهوية، واثناء نزوله بيكسر انبوبة الغاز وبيكون السقف في المكان كله ينفجر. وبيقرر جيري ينتحر زي ما والدته انتحرت، لان الحياة ما بقتش مكان مناسب ليه، ووالدته علمته انه يعمل اي حاجة عشان ما يروحش المصحة لانها هتدمره، فبينام وسط الدخان وبيموت. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة عشان تشوفوا كل الافلام الجديدة. اشوفكم الفيلم الجاي.